الفيديو اللي فات قلت لكم ان احنا هنتكلم عن محمد علي كلاي، واللي مش عارف مين محمد علي كلاي هيعرف عنه كل حاجه النهارده. محمد علي كلاي اللي هو بطل العالم في الملاكمه، وهنحكي قصص مثيره عن محمد علي، قصته وشخصيته وازاي سحبوا منه اللقب. انا عارف ان انت ممكن تبقى داخل على اليوتيوب من غير سبب، او الفيديو ده ظهر لك فجاه، بس بص، طالما انت دخلت الفيديو ده عايزك تكبر الشاشه وتجيب كوبايه قهوه ولا اي حاجه وتسمعني، لان ده هيساعدك تتعود تسمع قصص حياه الناس الناجحين اللي هم سابوا بصمتهم في العالم. بصوا، في نوعين من الناس. ما بيجي الحياة عادي كده لأنه لم يكن تعبت بعد الشحط ومش عارف تحل مشاكلك. ونوع بقى بيجي تاني اللي هو بيسيب بصمته في العالم واثره، زي ستيفن هوكينج وستيف جوبز ومحمد علي كلاي والناس الناجحه دي اللي انت ممكن تبقى واحد منهم. الناس دول اللي سابوا بصمتهم في العالم حتى لو كانت بصمه صغيره، بس سابوا اثر، والاثر ده هيفضل موجود. ويمكن انت فكرت في يوم تكون زيهم كده، بس استصعبت على نفسك ان انت تكون زيهم، وازاي هبقى زيهم. انا مش عايز اقول لك ان هم زواحف جايين من كوكب نبتون، بس الحقيقه ان هم بشر عادي. فالنهارده هوريك محمد علي كلاي كان فين وبقى فين، وانه انسان عادي جدا. محمد علي كلاي اتولد في لوزيفيل في ولايه كنتاكي في 17 يناير 1942. اتولد البطل بتاعنا محمد علي كلاي. بيقولوا انه كان طفل قوي جدا وهو عنده 10 شهور كان بيمشي وهو عنده 10 شهور. وبيقولوا ان هو كان بيهزر مع والدته في يوم من الايام فضربها بالبوكس في سنه منها اتخلعت. اتولد في اسره امريكيه من السود. لا، والسود ساعتها على فكره ما كانش حاجه عاديه، لان الاوضاع في امريكا كانت عنصريه جدا. انا عارف ان دي حاجه عاديه، بس في امريكا زمان ما كانش كده خالص. ابوه كان اسمه كاسيوس كلاي، وكانت اسره متوسطه، يعني اللي رايح على قد اللي جاي. ابوه كان راجل بسيط بيشتغل رسام لافتات اللي هي الحاجات بتاعت الاعلانات دي. والدته اوديسا كانت خادمه في المنازل البيض، كانت بتنظف لهم المنازل دي اللي هم ناس بيض. فهمت ايه يا عم؟ لا، انا بقول ناس بيض اللي هم بشره بيضه يعني. تعبان يا كابتن. لا والله تعبان. وزي ما قلت لكم ان الاجواء في امريكا كانت عنصريه جدا، لدرجه انهم قسموا ولايه كنتاكي اللي اتولد فيها محمد علي كلاي تفريق عنصري وبقيت ولايات امريكا الجنوبيه، لدرجه ان كان في مطاعم للبيض ما بيدخلهاش السود كانوا مضطهدين، وكان ليهم مدارس خاصه بيهم. وطبعا المدارس دي كانت اقل جوده من مدارس البيض، وما كانوش بيركبوا اي وسيله مواصلات كده، وحتى لما كانوا بيركبوا الاتوبيس كانوا بيركبوا في الكراسي اللي ورا حتى لو الاتوبيس فاضي، اللي هو قمه الجهل. وكان والد محمد علي كلاي راجل محبط جدا، ولا بيحب البيض ولا بيثق فيهم، بس كان واثق انه اتمنع ان هو يكون من اكبر الفنانين في امريكا، وانه اجبر انه يشتغل كرسام للافتات اعلانيه كده وخلاص. وكان بيشرب خمره كتير، وكان عنده الم في المراره، وكان هو مصدر الالم والقلق في الاسره. بس كانت امهم يعني الست الحنينه بتتحمل غضب وعنف ابوهم عشان ولادها ما يحسوش بالمعاناه، وكانت هي مصدر الراحه والسعاده لاولادها. وده اثر في نفسيه محمد علي كلاي جدا، وكان عنده غضب كافي انه يدمر العالم، لانه كان عايش في اسره حزينه ومأساويه بجد. تخيل لو انت عايش في اسره زي دي هتعمل ايه، او انت بالفعل عايش في اسره زي دي. انا حاسس بيك، فعشان كده بحكي لك قصه محمد علي كلاي. ركز معايا بس، وبالاخص انه كان طفل ذكي، كان عنده سرعه بديهه، يعني حتى الالعاب اللي كان بيلعبها مع اصحابه كانت غريبه جدا. سيبك بقى من السبع طوبات والحاجات دي، ده هو كان متميز في اللعب بتاعته، كان بيخلي اصحابه يرموا عليه الزلط وهو دوره ان هو يتفادى الزلط، وما كانش فيه اي زلطه بتيجي فيه. يا عم عرفنا ان هو ذكي وعرفنا ان هو انسان جميل، طب ايه قصته بقى؟ في يوم من الايام هو محمد علي عنده 12 سنه، كان ماشي بالعجله بتاعته هو وواحد صاحبه واخوه، ودخلوا مكان وركنوا العجله وخرجوا ما لقوش العجله اتسرقت. فلقوا ضابط شرطه على اول الشارع. محمد علي كلاي راح له قال له السلام عليكم يا عمو. قال له عليكم السلام. اصبر والله لازم تصبر. وحكى له على الموقف. ومحمد علي قال لضابط الشرطه انا لو شفت اللي سرق العجله ده هنتقم ومش هسيبه، وبص انا هموته. فالضابط قال له بس انت ليك في فنون القتال وكده. ومن حسن حظ محمد علي ان الضابط ده كان مدرب ملاكمه، واللي هو جو مارتن، اول واحد اتدرب محمد علي واتدرب معاه كتير جدا. فعرض على محمد علي انه يروح يتدرب معاه. من كتر سرعته اطلقوا عليه لقب الفراشه، لانه كان زي الفراشه كده سريع وخفيف. وبس كده يا معلم، محمد علي هنا ادرك ان دي فرصته عشان الناس تحترمه، لان زي ما قلنا هو من السود، وابوه كان بيقول له يا ابني السود اللي زينا الناس بتحترمهم عشان حاجتين، الشهره والفلوس. فمحمد علي شافها فرصه جامده جدا ان هو يبقى عنده شهره وفلوس والناس تحترمه، ويبقى في مكانه عاليه في المجتمع زي البيض كده. وكمل محمد علي في الملاكمه بالفعل، وهو عنده 16 سنه عمل حاجه غريبه جدا، راح يلاعب بطل المدينه، اللي هو طب اهدى بس شويه، انت رايح تلاعب بطل المدينه كده. بس محمد علي كان واثق جدا في نفسه وعارف ان هو هيكسبه. والبطل ده كان اسمه كوركي بيكر. كان شعار محمد علي كلاي fly like a butterfly and sting like a bee، اللي هو يطير كالفراشه ويلسع كالنحله. وراح فعلا محمد علي كلاي وكسبه في اول جوله بعد ما كوركي بيكر انسحب طبعا. والناس كلها اتفاجئت ازاي محمد علي كلاي الطفل ده يكسب كوركي بيكر بطل المدينه. وبقى هنا محمد علي كلاي بطل المدينه. ومحمد علي وهو عنده 19 سنه كان جامد جدا في الملاكمه.